السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، صلوا على النبي يا جماعة. انا جايبة ورق عنب النهاردة من السوق، قلت اوريكم انا بخزنه ازاي. انا جايبة ده كيلو. ورق العنب عندنا دلوقتي ب50 جنيه، ولما تيجي تخزني ورق العنب خزنيه في اول السنة، في اول ما يظهر، لانه تبقى لسه ورقته صغننة كده، صغيرة، وبيبقى لسه طري وحلو. ما تخزنهوش في الاخر عشان بتبقى ورقته بقت غليظة وسميكة كده. ولما تيجي تجيب ورق العنب هات الورقة اللي خضرها فاتح، اللي فيها لمعة، اللي طرية في ايدك. ما تجيبيش الورقة اللي خضرها غامق اللي ناشفة في ايدك كده، لا، تبقى ورقة طرية. تبدأي انت بقى تشيلي العلق بتاعها وترصيه فوق بعضه كده. انا بقول لكم هعمل نص ان شاء الله بكرة، وانا دايما بجيب بزيادة، يعني مثلا لو هعمل نص كيلو بجيب كيلو، اعمل كيس وعين كيس. على اخر الموسم بتاعه بيبقى بقى عندي كمية كويسة في الفريزر. انا بجيبه بقى كده بعد ما اخلص اللي انا عايزاه، بقوم جايبه اكياس لبن، او على حسب انت الكميه مثلا انت هتعينيها. في ناس بتعين النص كيلو كله في كيس، في ناس بتعين ربع، يعني مثلا لو واحده وجوزها ربع كيلو بس هيكفيهم. انت بتحطي على قد احتياجك في على قد الكيس، وتفرغي منه الهواء خالص، وتدخليه الفريزر. لا تسلقيه ولا تبليه ميه ولا تيجي يمته. ولما تيجي تطلعيه تغلي شويه ميه بمعلقه ملح، انت تنزليه فيها وتطلعيه، وتبداي انت تحشي على طول، كأنك بتديله شطفة كده من مثلا من العفار بتاع التراب بتاع الأرض والكلام ده. أكتر من كده أنا الصراحة شفت ناس بتقول ده احنا بنسلقه، ده احنا بنغسله. لا، مفيش الكلام ده. أنا جربته كده وجربته بكل الأشكال اللي أنا سمعتها، بقى ينهري مني وبقيت أرميه. إنما الطريقة دي الصراحة أسلم طريقة. هندردش برضو مع بعض شوية. أهم حاجة يا جماعة، قبل ما نكمل الفيديو اعملي متابعة للقناة ودوس لايك، واكتب لي تعليق حلو كده. صلوا على النبي بقى. هندردش شوية. أنا سمعت كلام من ناس كتير قوي بيشتكوا من الوحدة، خصوصا الستات يعني، اللي جوزها مثلا شغال عنها، شغال في مكان بعيد، اللي جوزها مشغول طول النهار في الشغل، اللي عيالها كبروا اللي عيالها كبروا مثلا وجوزوه خلاص، كل واحد شاف حاله بعيد عنها، كل فين وفين على ما يتجمعوا يوم. اللي ولادها في جامعات طول النهار او طول الاسبوع في جامعات بعيدة عنها، وهي طول اليوم قاعدة لوحدها. على فكرة الإحساس ده إحساس وحش جدا، ربنا ما يحكمه على حد. والعيال على قد ما هم رزق، على قد ما هم برضو اختبار. يعني في عيال بتسأل على أهاليها وكده، وفي عيال ممكن تنشغل في حالها وتنسى إن ليها أهل أصلا وتعمل. فقرار الوحدة ده هو ما بيبقاش قرار انت واخداه بنفسك، انت هو بيبقى مفروض عليكي. بس شطارتك ان انت تستغليه صح، يعني ما تستسلميش ليه. يعني شوفي مثلا انت عندك ايه موهبة مثلا اعمليها. يعني مثلا لو انت ست كبيرة وطول النهار مثلا زهقانة والكلام ده، طبعا احنا كلنا حالا بقى عندنا الفيسبوك والنت والكلام ده كله. اقعد شوية مثلا على الفيسبوك، اقرأ شوية قرآن. انا مثلا عندي موهبة مثلا اعمل تريكو، اعمل ايا كانت الموهبة اللي عندي استغلها، ما اسيبش نفسي لوحدة. واحدة مثلا معايا في العمارة، واحدة صاحبتي من زمان، اروح ازورها تيجي تزورني. مش عيب ان انا حتى لو في سن كبير اخدها واخرج ان احنا نتمشى مثلا شويه في اي مكان. نتفق اتفاق ان احنا هنخرج في اليوم ده. ايه المشكله ان انا اعمل كده؟ مش عيب. العيب انت تقعدي تستسلمي للوحده وللافكار السيئه والسلبيه اللي هتركز عليك، او تستني ان حد يتصل عليك. انا اتصلت عليهم واطمنت على اولادي، والحمد لله كل واحد تمام في شغله او في بيته او في حياته، ما عندهمش مشاكل خلاص. في ولاد مثلا ممكن ينسوا اصلا ان هم يكلموكي في يوم او الى اخره. الله اعلم بقى. عشان برضو ما نظلمهمش، ممكن يكون بسبب مشغوليتهم الكتير شوية، ممكن يكون بسبب اشغالهم، ممكن يكون هو مثلا ابنك او بنتك قلبه جامد شوية. برضو انت ما تستسلميش للافكار دي، لا. شوفي انت عندك ايه. عايزه مثلا تقعدي تتكلمي، عندك مثلا تحبي تقعدي تتكلمي كتير او تعملي. ايه المشكله ان انا اكلم واحده صاحبتي واقعد اتكلم معاها؟ ان انا اخرج اشوف حاجه انا بحبها اعملها. عندي موهبه مثلا في القرايه، في قصص، في مسلسلات اتابعها، اسستم نفسي على كده. ما اسيبش نفسي ان انا طول النهار قاعده اقول شوفي ما حدش سال عليا، ما حدش كلمني. انا مثلا ربنا ما رزقنيش باولاد وخلاص حياتي وقفت على كده. جوزي متوفي برضه، ما استسلمش للوضع اللي انا فيه. اختي مثلا بقت زيي، اكلمها تعالي تعالي نخرج، طب تعالي اقعدي معايا، طب انت روحي اقعدي عند اختك. ايا كان الوضع اللي انت فيه ما تستسلميش ليه. دايما انت شوفي نفسك يعني عايزه يعني
إيه اللي بيريحِك واعمليه. صدقيني راحتِك النفسية دي مش بالكلام، ده قرار، والقرار ده لازمًا يبدأ من عندِك أنتِ. لو بدأ من عندِك خلاص أنتِ وصلتِ للحتة الحلوة، ما تسيبيش نفسِك للأمراض النفسية تسيطر عليكِ. وإن شاء الله ربنا يدينا طولة العمر و ويفضلوا ولادنا حوالينا ويسألوا علينا ويبرونا، اللهم آمين يا رب العالمين أنا وأنتم.